وهواية من الناس ما يتصور نفسه هو من أعداء الله، واي. بس لو عرضنا أعماله على الموازين نشوف هواية من الناس من أعداء الله. شنو هو العدو لله عز وجل؟ من هو العدو؟ سؤال الآن بالعرف نسأل من هو العدو؟ العدو الذي يعمل أعمالا تشينك وتؤذيك وتبغضك، أليس كذلك؟ مو هذا العدو؟ وهذا الإنسان الذي يكفر بالله شنو؟ الإنسان الذي يعصي الله لا يفعل الطاعات ويفعل بالمعاصي شنو؟ الله عز وجل يقول بالنسبة لمن يأكل الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله. حرب. أكو حرب تصير بلا عداوة؟ الإنسان اللي يفعل المعاصي هو عدو لله، رتبة من مراتب العداوة مع الله، تمرد على الله، تكبر على الله. هسه بعضهم الشيطان يغريهم يقول أنت خلي يكون قلبك أبيض، مو مهم تصلي، مو مهم تصوم، أنت أيها المرأة خلي يكون قلبك أبيض تحبين كل الناس، مو واجب تتحجبين. شيطان يعلمهم طريق العداوة مع الله، شيطانهم هكذا. حينما يحشرون يشوفون أن أعضاءهم كلها شهدت، حتى هاي المرأة التي تكشف شعرها للرجال الأجانب شعرها يشهد عليها، تضع المكاييج في وجهها وتخرج إلى الشوارع عينها تشهد عليها، لسانها يشهد عليها. بس أكثر من يشهد هم الجلود، ولذلك هم هؤلاء يسألون الجلود أنتم لما شهدتم علينا؟ ليش الجلود؟ لماذا وجهوا السؤال إلى الجلود؟ هذا له أسباب سؤال الجلود. أولا الجلود هي محل العذاب في الإنسان، وهذا علميا ثابت. الجلد هو محل الشعور بالألم. سامعين أو شايفين الشخص اللي يحترق، إذا الطبقة الأولى من الجلد احترقت تؤلمه جدا، إذا وصل إلى ما بعد البشرة بعد ما يحس بالألم، لأن الجلد هو محل الألم. الإبرة اللي توغز في الإنسان أول دخولها تشعره بالألم، بعدين ما تشعره بالألم إذا اخترقت، لأن الجلد هي محل الآلام. وهذول أول ما يحشرون على النار تبدأ جلودهم بالاحتراق، يشعرون بالألم، فيبدون يلومون جلودهم لما شهدتم علينا. زين، في حياتهم اليومية هذول شنو كانوا؟ أكو فرد حقيقة هذه ينبغي الالتفات إليها. الناس غالبا يهتمون بهواية أشياء تتعلق بهم، يهتمون بمظاهرهم، يهتمون بنظافتهم. أكثر شيء يهتمون به شنو هو؟ نظافة الجلود. إذا أكو عاهات في الوجه في البشرة يزيلوها، إذا أكو أمراض يزيلوها، لأن مظهرهم بجلودهم. وبعضهم ينفقون أموال يسوون عمليات لتحسين الصورة، وبعضهم يبذلون ما يبذلون، وبعضهم يستخدمون أدوات تجميل وكذا لتحسين هذه صورة الجلود، أليس كذلك؟ يهتمون بتنظيف وتجميل جلودهم في أكثر أوقاتهم، هم ينشغلون بهذا. لا تحسبون وتقرؤون أنتم أهل بحث، شوفوا سنويا إيش قد ينفق من المال على التجميل، إيش قد؟ بالمليارات من الأموال. إيش قد من الناس يصرفون من أوقاتهم ومن أعمارهم لتنظيف وتجميل جلودهم، أليس كذلك؟ أما عقولهم لا يهتمون بتنظيفها، عقولهم في إهمال، جلودهم في عناية. قلوبهم لا يهتمون في تنظيفها، بشرتهم في عنايتهم. بطونهم لا يهتمون في تنظيفها،
بشرتهم في عنايته. هذول يقولون أنتم يا جلود أكثر من اهتممنا به، أكثر من صرفنا عليه، أكثر من أنفقنا من أموالنا ومن أوقاتنا لتجميل هذه الجلود وتحسين هذه الجلود. المفروض في مثل هكذا ظرف تكونون لنا مو علينا. لكن هي هاي الجلود اللي اهتموا بها صارت عليهم. زين، لاحظوا هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذول الجلود هم يقولهم جواب، يقولون إحنا الشهادة التي شهدنا عليكم مو منا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نريد ما نريد إحنا لازم نشهد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هاي الرواية في توحيد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، يحكي عن حال أهل المحشر. قال ثم يجتمعون، يعني ذولا متفرقين في الزمان في المكان من أجيال مختلفة منذ زمان آدم إلى آخر الزمان، وين أكو أعداء لله يجمعون. فيستنطقون فيقولون، لاحظوا الإنسان شقد عنيد ومكابر، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، احنا ما كنا مشركين. يريدون يكذبون حتى على الله، حتى على الله يكذبون هذا الإنسان. ويقسمون بالله والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله تعالى على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصيته، ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ شكد احنا لا أقل من مقتضى الوفاء ويانا، بذلنا لأجلكم الأموال، وقيناكم من الحر، وقيناكم من البرد، من الأمراض، اهتممنا بالجلود. المفروض وفاء إن تكونون لنا، لكن الوفاء مع الله أولى من الوفاء معهم وهم عصاة مذنبون. هسه في بعض الأخبار أكو تفسير الجلود بالفروج والأفخاذ ونحو ذلك، هذا من التفسير بالمصداق. إذن الرقابة الإلهية، المرصاد الإلهي وين؟ ويا الإنسان. يقدر الإنسان ينفك من جلده؟ يقدر الإنسان ينفك من عينه، من إذنه، من سمعه؟ يكون بالصحراء أو يكون بالبيت، يكون بالبحر أو يكون في الجو، شاهدكم معكم، مرصاد ربكم معكم أيها البشر. إذا التفت الإنسان إلى هذه الحقيقة ارتقى نفسيا وأخلاقيا ومعرفيا، وهواية من الذنوب يتركها، وهواية من المعاصي راح يترك. فإذا عرف الإنسان أن مرصاد الباري عز وجل معه ومع ذلك يعصي، فليعلم أن ظنه بربه ضعيف، إيمانه ضعيف. ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. شكد هو يتصور أنه على يقين من ربه؟ لا. إذا لا يجتنب الذنوب والمعاصي ولا يستشعر الرقابة الإلهية عليه، ظنه بربه ضعيف. الآية ما بها مجاملة، تكشف هاي الحقيقة.